تقول لك محمود طاهر، وفي ناس تقول لك طاهر ابو زيد، وفي ناس تقول لك خالد المرتجي. انا اقول لك بقى مين؟ اقول لك سيد عبد الحفيظ. حط سيد عبد الحفيظ ما بين قوسين وشخبط الباقي مع احترامي ليهم. راجل عارف من اول ما النادي اتاسس 1907 لغايه وقتنا هذا، هو عارف كل المعلومات عن النادي الاهلي. كمان هو كان لاعب في النادي الاهلي، زيد عليهم انه كان مدير كوره في النادي الاهلي. والفترتين دول هو ما قعدش فتره قصيره فيهم، لا ده الراجل كلاعب قعد فتره طويله، وكمدير كوره قعد فتره طويله. كمان الراجل لما مشي كمدير كوره في لغز، هو مشي من مدير الكوره والراجل كان مقدم نجاحات كبيره، لكن لما طلع مع ابراهيم فايق ومهيب عبد الهادي وطلع في كذا برنامج غيرهم، الراجل كانوا بيحاولوا بس ياخدوا منه معلومه. هو الراجل كان بيقفلهم على طول ومش عايز يفضح سر من اسرار النادي الاهلي، وده راجل يشكر على اللي هو عمله. والراجل عارف كل حاجه وضوابط النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي. فانت عايز ايه غير سيد عبد الحفيظ؟ انت تكتب لي في الكومنتات من رايك سيد عبد الحفيظ موافق عليه ولا حد غيره. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفك على خير.